فين الشيطان وقت الأذان بيعمل إيه؟ شوفوا الفيديو ده كده. الشيطان له ضراط يضرط إذا سمع الأذان كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، وكذلك عند الإقامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط حتى لا يستمع التأذين. أدبر الشيطان له ضراط. الضراط أكرمكم الله هو الريح الخارج إذا أحدث صوتا، فإذا لم يحدث صوتا سمي فساء. ده اللي بيعمله الشيطان وقت الأذان عشان ما يسمعش الأذان، مع إنه ممكن يعمل كده. وزي بقى اللي هو في فيلم ميدو مشاكل، لا الصوت او ممكن مثلا يعلي صوته فما يسمعش الصوت مثلا، او يبعد عن المكان الجامع اللي بيدن. المشكله بقى مش في كده، المشكله ان في حديث تاني بيناقض الحديث ده، اللي هو ايه ده؟ معنى الحديث ان لو الشيطان بيجي لك وانت بتصلي يوسوس لك كده ويخليك ما تركزش في الصلاه، فلما يجي لك تعمل ايه؟ تطف 3 تفات على الشمال. يعني الشيطان وقت الاذان مش عاوز يسمع الصوت، وما بيحبش الاذان، وما بيحبش الجامع، وما بيحبش الصلاه، وما بيحبش ويجي بقى في وسط الصلاه يخش ويسمع القران بقى بيتقرا من الامام والكلام ده، والقران عادي، لكن الاذان لا، ده القران اعظم من 1000 اذان. فعادي يسمع الاذان في الجامع. ايه اللي دخله الجامع اصلا؟ ما دام الموضوع بالنسبه له رخم كده، ما بيحبش الكلام ده. بصوا، هو الشيطان ابن 60 في 70 وحش جدا جدا، ولكن في ناس مفعولها بيكون أسوأ من مفعول الشيطان. عارفين الشيطان أقسم بعزة ربنا إن هو هيغوينا إلا عباد الله الصالحين. انتوا فاهمين ده معناه إيه؟ إن العبد الصالح الشيطان مش هيقدر عليه، بس في ناس قادرة إن هي تغوي حتى العباد الصالحة لحد ما ربنا يفوقهم كده ويفوق. فشياطين الإنس دول يعني منهم. طبعا الرسول ما قالش الحديث ده خالص، ده مش كلام رسول، ده حكايات ألف ليلة وليلة. السلام عليكم.